بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير. النهارده الفيديو طبعا زي ما انتم شايفين مع تعاون مع حبيبتي هبة بيتي كل حياتي. قناة هبة ما شاء الله لا قوة الا بالله غنية عن التعريف. هي من اول القنوات اليوتيوب، وهي قدامكم اهي ما شاء الله منوره متصوره بدرع اليوتيوب. هي ما شاء الله لا قوه الا بالله القناه بتاعتها عدت ال100,000 مشترك. الف مبروك يا هبه، وبالتوفيق ومن توفيق لتوفيق ان شاء الله. طبعا قناتها ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم، مليانه من كل حاجه انت تتخيليها. بالنسبه للفيديوهات عندها هي ما شاء الله فيديوهاتها كتيره جدا وشامله حاجات كتير. لو انت عايزه تنظفي، لو انت عايزه تعملي ماسكات، عامله عيش السن اللي هو بتاع الدايت، عامله فيديوهات عن الغسيل، ازاي تطلعي غسيلك ابيض. انا بصراحه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله هي قناتها يعني غنيه عن التعريف. يا بنات يا ريت تروحوا وتقولوا لها احنا جايين من عند حبيبتك قناه الصديقتين، ونبدا الفيديو بتاعنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا. النهاردة الفيديو دوت عبارة عن زي ما انتم شايفين مريالة المطبخ الجميلة. انا بصراحة ما كنتش متخيلة انها تطلع بالجمال والشياكة ده، لان انا عاملاها بحاجة انتم ما تتخيلوهاش. تابعوني في الفيديو هقول لكم حكاية المريالة دي. وده الجزء العلوي بتاع المريالة، وده الجزء الثالث اللي احنا عملناه، الجزء الاسفل من المريالة اللي احنا شفناه اول الفيديو. وده الجزء الثاني اللي هو اللي زي الناموسية بالشكل ده. دي اول حتة انا قصيتها اهو، تمام. وده شكلها من الظهر. انا كده خيطتها طبعا لان انا ما عنديش مكنة، فخيطتها بالابرة والخيط عادي خالص اهو. ثبت فيها الجزء ده، والجزء ده كان موجود بردك في السرير. قصيته ولسعت الجزء دوت بالشمعة عشان خاطر احافظ على الخياطة بتاعته، لان هو اهو زي ما انتم شايفين هو اصلا كان متخيط في السرير، تمام. والجزء دوت كان هيكر لي القماش بعد ما قصيته، فرحت لسعته بالشمعة. يا ريت الكاميرا تكون ظاهرة اهي، مديه نتيجة جميلة جدا. وبالنسبة للجزء الاولاني دوت اهو، هو اصلا كان متخيط. انا كل اللي عملته ان انا جبت الجزء ده والجزء ده، رحت مخيطاهم من هنا، تمام. وعايزه اوديهم لمكنه اوفر عشان خاطر تسرفل لي الجزء دوت. والجزء اللي هو الحزام ده اخدت جزء من السرير وتنيته، قسمتهم بالنص. كانت جزء كبير قماش، قسمتهم بالنص، عملت الحزام ده وعملت الطرف التاني من الحزام ده. وزي ما انتم شايفين اهو ثبتهم هنا وهنا. وبردك انا مخيطاها الخياطه اللي هي الصغيره خالص، اللي هي الغرزه اللي هي بتاعت اللف اللي ما تبانش، عشان بردك انا ما عنديش المكنه. فلغايه ما اجيب المكنه بقى انا شغاله كده على ايديا. وبردك هوديها لمكنه الاوفر تسرفلها لي من هنا، تمام. انا عملتها ازاي؟ انا جبت الجزء ده قسمته بالنص، تنيته كده اهو زي ما انتم شايفين. والجزء اللي تحت ده بردك تنيته بالنص، وثبتهم هما الاتنين من منتصف الجزء اللي فوق ده والجزء اللي من تحت، ثبتهم من النص بدبابيس. وبعد كده بدأت اخيط سراجة لغاية ما اتظبطت. وبعد كده بدأت اخيط اللي هي غرزة المكنة. طبعا الستات كلها عارفاها، هي غرزة زي يعني سميكة اللي هي تثبت لك الشغل بتاعك، تمام. خلاص كده وثبت فيها اللي هو الجزء اللي هو اللي كان كشة اللي هو على طرف السرير دوت من فوق اهو. في اللبس يا بنات تحفة، هوريكم شكلها وهي ملبوسة بالشكل ده. ده المنظر النهائي للمريالة. انا معلش كنت عايزة اصورها لكم وانا لابساها، بس ما عرفتش اصور نفسي كويس، فجات لي فكرة ان انا احطها على الكرسي واصورها لكم. ده الشكل النهائي ليها، وهي كمان بتكون اجمل من كده في اللبس. كنت عايزه اقول لكم ان المرياله ديت انا عملتها من كفر
سرير البيبي بتاع اختي. هي خلاص ابنها كبر، وكانت خلاص هتستغنى عن الكفر دوت لان كان فيه اجزاء منه مقطوعه. فانا قلت لها لا هاتيه، وقعدت اقصقص فيه واظبط فيه لغايه لما عرفت اطلع الاجزاء اللي انا وريتها لكم في الفيديو. وخيطتها مع بعض زي ما وريتكم. المرياله ديت ما كلفتنيش غير شويه خيط وشويه وقت مني، وعملت مرياله مطبخ جميله جدا وشكلها شيك وبسيط. يلا انت كمان تشجعي واعملي مريالة مطبخ من جيبة جينز قديمة، من بنطلون جينز، من اي حاجة متاحة عندك. صدقوني هيبقى شكلها احلى واحلى من ان انت تجيبي مريالة مطبخ. الواحد لما بيعمل حاجة بايديه بتبقى غالية عنده، وكل ما بيبص لها بيفتكر ان هو تعب فيها، وبيفتكر ان ده نتاج تعبه. فده الفيديو النهاردة. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.